تيجوا كده نتوقع نتائج ماتشات بكرة وشكل الدوري رايح على فين، ومين هيقدر يتوج باللقب، ومين هيقدر يخطف بطاقة التأهل لدوري الأبطال. واكتبوا لي توقعاتكم في التعليقات. هنبدأ بماتش الأهلي والمصري، والماتش اللي هيكون صعب على الأهلي بتاريخ مواجهات الفرقتين الأهلي والمصري. دايما بتبقى ماتشات صعبة ومتقفلة، ماتشات حماسية وجماهيرية وندية ما بين الفريقين، والمصري ما عندوش أي حاجة لا يكسبها ولا يخسرها. هيلعب بمنتهى الأريحية، والضغط هيبقى متصدر أكتر على الأهلي، ولكن الأهلي دوافعه أكبر للفوز في انتظار هدايا من المنافسين. فأتوقع فوز الأهلي في المباراة الصعبة دي بنتيجة 2-1. نيجي للماتش الأسهل في الثلاث ماتشات، وهي مباراة بيراميدز وسموحة. فريق سموحة الأضعف ما بين السبع فرق، خسر الخمس ماتشات اللي فاتوا، ما تعادلش ولا حقق نقطة واحدة في مجموعة التتويج. أعتقد صيدة سهلة جدا لبيراميدز، وأتوقع فوز بيراميدز في المباراة دي بنتيجة 2-0. نيجي بقى لآخر ماتش الزمالك وسيراميكا، المباراة اللي هيكون كل الأعين عليها. بيراميدز هتكون مركزه معاك، الاهلي هيكون مركز معاك، الكل هيكون باصص على ماتش الزمالك وسيراميكا، لان نتيجته هي اللي هتحدد الماتشات التانية ليها لازمه ولا لا. سيراميكا خصم قوي جدا، معاهم مدرب كويس ومحترم، قدم موسم جميل جدا مع الفرقه. مباراه هتبقى صعبه جدا على الزمالك، ولكن اعتقد ان المباراه دي هتنتهي بنتيجه 1-1، ليتوج الزمالك بطلا لبطوله الدوري في اصعب الظروف وفي اصعب المواسم. وبكده الترتيب هيكون الزمالك اول، بيراميدز تاني، الاهلي تالت، وتأهل بيراميدز لدوري الابطال، وحصول الزمالك على الدوري، وتأهل الاهلي للكونفدرالية الافريقية. كل دي مجرد توقعات، هنرجع بعد الماتشات ان شاء الله ونشوف صابت ولا خابت. واكتب لنا التوقعات بتاعتك في التعليقات.